السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفانا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير، اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. احنا كلنا متفقين ان الفراخ البيضاء مع اي طيور ما بتشيلش معانا اوزان، زي ما بالكم برضه الفراخ قدامنا بسم الله ما شاء الله احجامها حلوه جدا جدا. بس مش زي ما بالكم برضه، ما بتكون الفرخ الابيض لوحده بياكل ويشرب وينام مكانه بيكون معاكي وزنه 10 على 10، انما بيكون معاه طيور سريعه الحركه، فالفرخ الابيض ما بيشيلش معاكي اوزان. فانا هم 10 فراخ مش شاغلين بالي يشيلوا لو 2 كيلو، مش مشكله بالنسبه ليا. انا تركيزي كله على الفراخ اللي يبقى منها انتاج فيما بعد، اللي هي البراهمه والبلغاري والجميزه، دول اللي انا بركز عليهم اكتر واكتر. فالفراخ البيضاء زي ما قلت لكم صلي مفيش على مشكله. محمد. عليه الصلاه والسلام. مفيش مشكله بالنسبه لي خالص لو الفرخه شالت 2 كيلو 2 كيلو وربع. انا بالنسبه لي مفيش اي مشاكل، لان الاحجام الكبيره ما فيهاش فايده. هو الربع مهما تكبر هي الفرخه هتقسمها اربع تربع او 5 قطع، مش هتزيد عن كده. فربنا يبارك يا رب. فانا نضفت كميه العلف اللي موجوده قدام منهم، وهضيف عليها كمان كميه هم عشان قعدت الفهم علف خشن صافي. فالفراخ الجميزه ما بتجرش في العلف قد كده، فما فيش مشكله. فانا النهارده هعمل لهم خلطه جميله جدا جدا، برضو هترفع معانا الاوزان وتحسن من وظائف الكلى بتاعتهم وتظبط المناعه بتاعتهم وتخلي الطيور بتاعتنا حيويتها عاليه جدا جدا، وهتقتل اي بكتيريا في جسم الطير. بصوا سموم فطريات بكتيريا اي حاجه في جسم الطير عندك، الحاجات اللي احنا هنحطها ديت هي هتقضي لك عليها تماما، وهترفع معانا الاوزان بسرعه كبيره جدا جدا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. فهنبدا نضيف المكونات بتاعتنا. احنا معانا 4 مكونات موجودين معانا في الوجبه ديت او في الخلطه ديت، بسم الله ما شاء الله. معايا معلقتين كبار من النشا، معلقه كبيره جدا جدا من الشطه الحاره، معايا بصلتين كبار، معايا 4 روز توم، بس روز التوم بتاعتي صغيره شويه. فهنبدا نضيف كل المكونات اللي موجوده معانا عشان الطيور بتاعتنا تستفاد منها، وندمجها كويس جدا جدا مع الخلطه مع الوجبه بتاعتنا او مع العلف بتاعنا عشان الطيور تظبط الدنيا معاهم. الشطه ممتازه جدا جدا للطيور من عمر اسبوع لحد نهايه الدوره معاكي، سواء هتربيها للبيض سواء هتربيها للذبح. فالشطه ممتازه جدا جدا صيف وشتاء. شطه ممتازه يا جماعه، ما تقلقوش منها تماما. انا بدات خلاص ان انا فتحت المكان اللي هو داخل الدوار ده، فتحت اهوت زي ما انتم شايفين تهويه ليهم، عشان الشراع اللي انا فاتحاها بتجيب ريحه وحشه جدا جدا، عشان في غنم والكلام ده جنب مني في الايه في الاماكن اللي جنب مني عند الجيران. فربنا يبارك. الحمام بتاعهم زي ما انتم شايفين اهوت مفيش فيه اي مشكله خالص، عادي جدا جدا. والفرشه تحت منهم ناشفه، دي يدل ان الطيور بتاعتي مفيش اسهالات مفيش اي مشكله بنعاني منها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير. دي الوجبه بتاعتنا اهيت: بصل، توم، شطه حاره، نشا. النشا انا بحطه على طول باستمرار. اكتر الاوقات لما اكون بحط شطه على العلف لازم احط معاها نشا، عشان لو الشطه هتعمل انسيه في الحمام بتاعهم او حاجه فالنشا يربطها معانا عشان الطير ياكل ويبان عليه الوزن على طول باستمرار. فربنا يبارك يا رب للجميع ويرزق الكل الخير يا رب، اللهم امين. حاسه ان في حاجه على دماغي، مفيش حاجه. هنبدا دلوقتي بقى نوزع الخلطه عليهم. عايزه اوريكم الفراخ الجميزه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، بس على ما اعتقد ان اغلبيه الدفعه هتطلع معانا ضيوف، فده اللي مزعلني جدا جدا. بقول مش مشكله لو يطلع معانا بس 10 اناتي نشغلهم مع ديك هندي هيجيبوا معانا حاجات جميله جدا جدا. فربنا يبارك يا رب. لو 10 اناتي بس فقط، هما فيهم اناتي برضو اهو، يعني ده واحده وده التانيه هناك اهيت. يعني انا بتمنى من الله لو 10 بس، يعني 10 فقط لا غير، مش محتاجه اكتر من كده. وباقي الضيوف عادي هنذبحهم للبيت مفيش مشاكل. بس انا بتمنى من الله 10 اناتي اشغلهم مع ديك هندي يجيبوا معانا جميزه بزراميط 10 على 10 ان شاء الله. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الفراخ قدامكم الله اكبر، مفيش اي مشاكل خالص بنعاني منها، لا اسهالات ولا طشم ولا اي حاجه. والبلغاري الله اكبر ربنا يبارك يا رب. هو شكل الجميزه حاليا يعني يشوفوا عليه جميزه، بس هم دول بلغاري بس عشان اسود ممكن الناس تتوه فيهم، بس لان الناس متعوده ان البلغاري اغلبيته بيبقى رصاصي او ذهبي، فاللي موجود معانا البلغاري نوعه لونه اسود. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير، اللهم امين. فاروق قدام منكم الله اكبر، حيويتها عاليه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. اللي موجود معانا البرامه اللي موجوده معانا صبرية فضي،
بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا. بس الديك بتاعهم يعني هيبقى فيه الاجنحه بس اللي هتبقى فضي، وبقيته كله اسود صافي. انما الاناتي بسم الله ما شاء الله الفضي باين فيهم اكتر من الاسود. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب الخير، اللهم امين. احنا مش محتاجين حاجه على الميه، احنا هنحط ميه بيضه فقط لا غير. فالفراخ قدام منكم، الله اكبر الله اكبر، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه. فربنا يبارك. البصل والثوم والشطه بيجبر الطير ان هو ياكل معاكي غصب، فبيسحب معاكي اوزان عاليه جدا جدا. انا الفتره اللي فاتت دي كنت بحط خميره في الميه، عشان كده الفراخ البيضاء رغم ان هم معاهم طيور بتجري وبتروح، بس اوزانهم او احجامهم جميله جدا جدا. فربنا يبارك على العمر اللي موجود معانا، بسم الله ما شاء الله احجامهم كويسه، يعني 10 ايام بالكتير ونذبح منهم لو محتاجين. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. انا النهارده كان درجه الحراره عاليه جدا جدا، وما كنتش فتحت الشراعه دي، فدخلت لقيت واحده منهم ميته من الفراخ البيضاء، لان الفراخ البيضاء بتبقى عايزه اللهم صل على محمد، بتبقى عايزه درجه حراره هاديه جدا جدا متوسطه، ما تبقاش درجه الحراره عاليه عليهم، وخصوصا في اوقات الصيف. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. الفراخ قدام منكم الله اكبر، حتى الجميزه يعني وضعهم ومناعتهم 10 على 10. فربنا يبارك يا رب. انا ربي اي نوع طيور مع بعض، بس ما بنصحش اي حد تربيه الفراخ البيضاء مع اي طيور، لان الفراخ البيضاء زي ما قلت لكم عايزه تاكل وتنام مكانها، عشان الصدر يعرض وتشيل معاكي وزن كويس جدا جدا. فانا عشان ما عنديش اماكن، فهم 10 فراخ، فقلت ما فيش مشكله هنزلهم مع دول. بس بسم الله ما شاء الله احجامهم جميله جدا جدا، ربنا يبارك يا رب. بس زي ما قلت لكم انا تركيزي على الجميزه والبراهمه والبلغاري، عشان يبقوا ماشيين معانا مناعتهم كويسه ودنيتهم تمام، عشان لما نيجي نعمل منهم انتاج تبقى الفراخ بتاعتنا مناعتها قويه قويه، تدينا انتاج كويس. البيض اللي هيجي منهم هيدينا طير صحته كويسه جدا جدا. فانا كل الاهتمامي على الطير اللي هو المناعه، كل اهتمامي في الطير المناعه يا حبايب قلبي، ما بركزش على اوزان. انا الاوزان دي اخر حاجه بفكر فيها. انا مشكلتي كلها ان انا يبقى طيري عنده مناعه، ده يعني الحاجه الوحيده اللي يعني مش عايزه ان تكون مشكله وتقابلني، ان يكون الطير لو حصل عنده اي فيروس او اي ميكروب، لو ما عندوش مناعه هيقع مني وهيسقط مني. فانا الحمد لله الطير لما بيكون في اي فيروس او في اي ميكروب ممكن يحصل عندي نافق كتكوت او اتنين، لان انا مؤسسه مناعته صح. فالحمد لله ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. ويبارك ليا وليكم. في ناس كتير سالتني انت جايبه الفراخ البلغاري منين؟ حبايب قلبي اللي عايز فراخ بلغاري يتواصل معايا وانا تمام مفيش اي مشكله، يا هوصلكم بالشخص اللي انا جايبه منه، او مثلا انا اللي اجيب لكم واتواصل معاكم عادي مفيش اي مشاكل. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب الخير، اللهم امين. الفراخ قدامكم اهي، الله اكبر، ما حصلش عندنا اي مشكله. لما حصل المشوار اللي انا خرجته مع محمد ابني عشان ورق الجيش بتاعه، فغبت 3 ايام عن البيت، اللي حصل مشكله بس ان هو انا حصل نافق فرخ جميزه فقط لا غير. السمان الصغير حصل عندنا نافق حوالي 20 كتكوت، لان السمان كانت كميه كبيره على بعضها، والمكان كان حر عليه ومحدش حط له لا ميه ولا علف، فجيت حصل فيهم نافق 20 كتكوت. فطالما صغيرين لسه يعني عمر يومين، فما فيش مشكله، ربنا بيعوضنا، والحمد لله طلع لنا دفعتين بعد منه، فربنا بيعوض من اقل حاجه. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. دي الخلطه اللي انا عملتها لفراخ النهارده، شايفين شكل الديك بتاعنا البرهمه، الله اكبر، جميل جدا جدا. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع، ويرزق كل من كان يا رب الخير، اللهم امين. يمكن الاناتي حجمها عريض عنه، بس هو ده الديك بتاعنا، بسم الله ما شاء الله 10 على 10. ربنا يبارك. دي بربرهيات زي ما انتم شايفين حضراتكم، ربنا يبارك. دول لما يكبروا الالوانات هتغير جدا جدا، وهيبقى شكلهم احلى واحلى. الفراخ البرهمه بسم الله ما شاء الله، البلغاري بسم الله ما شاء الله حجمهم حلو بسم الله ما شاء الله وتقال، يعني شايلين وزن. انما البرهمه رغم ان هم نفس العمر بس خفاف جدا جدا. دي بربره اللي بتصرخ ديت فرخه، ربنا يبارك. هو الديك معانا هنا بعرف، هو راح فين هو راح فين انا بتوه فيه، لان هو العرف بتاعه صغير، بس هم فيهم ديك واربع اناتي، هم بسم الله ما شاء الله. الديك بتاعنا اهو، ده الديك اهو، هم ديك واربع اناتي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. ويبارك ليا ولكم الأمة محمد. ولو طلعوا الخمس اناتي، البلغاري طلعوا 5 اناتي، فما فيش اي مشكله خالص، نحاول ان احنا نشتري لهم ديك برضو يشتغل معاهم. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين. ويرزق كل من كان. هنحط معاهم ديك هندي يشغلهم لحد ما نجيب لهم ديك بلغاري، بس ان شاء الله انا عندي يقين هم فيهم ديك ان شاء الله، لان هو من صغره وهو ليه عرف عن باقي الفراخ كلها. فربنا يبارك للجميع، ويرزق كل من كان يا رب الخير، اللهم امين. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا تستفادوا من الفيديوهات بتاعتي، ويكون خفيف على قلوبكم، ويكون بقدر اوصل لكم قدر بسيط من المعلومه ان انتوا تستفادوا منه وتفيدوا الطيور بتاعتكم. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره. استنونا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.